في يوم من الأيام دب كان قاعد فاضي وضغط على زرار بالغلط، وفجأة مجموعة ملابس وقعت عليه. بسرعة جمع كل الملابس وحطها في الغسالة، لكن ساعتها افتكر إن جوربه المفضل كمان اتغسل معاهم. فبدأ يتوتر وحاول يفتح باب الغسالة بسرعة، لكن بسبب استعجاله كسر مخبض الباب. الغسالة فضلت تغسل برضه، ولما الغسالة وقفت في الآخر وطلع الملابس لقى كل حاجة بقت وردي. الدب المسكين مش قادر يفهم ايه اللي حصل، لكن مفيش قدامه غير انه يلبس الملابس الوردية ويروح العشاء. اول ما دخل الصف عشان ياخد الاكل لاحظ ان كل المساجين اللي جنبه لابسين ملابس وردية كمان، وكانوا كلهم بيبصوا له بعيون زعلانة. عشان يحاول يخفف الاجواء الدب قرر يتجاهلهم وقعد بهدوء، لكن المساجين ما كانوش هيسيبوه كده بسهولة. واحد منهم طلب منه يمرر الصلصة. الدب حاول ياخدها، لكن بالغلط صب الصلصة كلها على الشيف. الدب المسكين حاول يصلح غلطته، لكن كل ما حاول ينظف ملابسه بقت أكتر فوضى. الأمور زادت سوء لدرجة إن كل الناس اللي حواليه قرروا يبعدوا ويستخبوا. الشيف زعل جدا وأخد الدب وكان ناوي يرميه بره، لكن في لحظة غريزية الدب حط قطعة عيش في بوق الشيف. أول ما الشيف ذاق اللين